السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين، أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. كان في ناس بتكلمني، علقت كام تعليق كده على الفيديو بتاع الكورسات اللي أنا كنت نزلته، اللي هي الكورسات اللي تبع الدولة اللي بتخليك تتعلم حرفة معينة بعد 3 شهور وبعد كده أو 4 شهور، وبعد كده تشغلك، تساعدك إن أنت تشتغل وبتديك راتب كل شهر وكده. في ناس علقت كام تعليق كده، انا مش عارف هما الهدف من التعليقات ايه، ولكن يمكن الناس دي اصحاب مشاريع مثلا، فمش عايزين ان هو الناس تبدأ تتفتح عينيها على انهم يشوفوا شغل مثلا في اماكن معينة، او يشوفوا التدريبات مثلا بتاعت الكورسات بتاعت الدولة او كده، فبيحاربوا بطريقة غير مباشرة. ولكن والله العظيم زي ما بقول لكم، الكورس حقيقي، وانا نفسي خدت الكورس ده. لان كذا حد علق على الموضوع، قال لك علق على الفيديو، قال لي الكورس ده بيتاخد للناس اللي معاهم اللي عاملين لجوء. ونفس الشخص قال لي، علق برضو على الكومنت، قال الكورس ده معمول للناس اللي معاهم جنسية. او حد تاني قال الكورس معمول للناس اللي بتاعت التكوين. يا جماعة، الكورسات دي ملهاش علاقة بالناس دي خالص، تمام؟ دي حاجة تبع الدولة، ملهاش علاقة بالكورسات بتاعت ملهاش علاقة باللجوء، ملهاش علاقة معاك جنسية ولا ما معاكش. هي عايزاك بس يبقى معاك إقامة، وملهاش علاقة بالتكوين. التكوين حاجة والكورسات دي حاجة تانية، تمام؟ عشان بس الناس تبقى فاهمة ومستوعبة، ده دعم من الدولة، دعم من الدولة عشان يبدأوا يشجعوا على حاجة معينة في البلد، فتبدأ انت تتدرب عليها، وبتدي لك مقابل ده مبلغ مادي بسيط. وبعد كده كمان بتخليك ان انت تشتغل، بتساعدك ان انت تشتغل. الفكرة من هنا ان هم مش عايزين يعملوا يسيبوك قاعد مثلا، لو سواء بتاخد دعم من الدولة مثلا، لو انت قاعد مثلا اشتغلت فترة والعقد بتاعك خلص فقعدت وما عندكش شغل، فهم مش عايزينك تفضل قاعد وتاخد فلوس على الفاضي وانت قاعد، هم عايزينك تتعلم حاجة. فبما انك هتاخد فلوس، فهم عملوها بصورة تانية، ان هم يدولك فلوس وانت بتتعلم حرفة. في ناس ما عندهاش حرف، وانت بتتعلم حرفة ايا كان الحرفة دي ايه، تمام؟ بيدولك فلوس وانت بتتعلم الحرفة، مع بعض المميزات اللي موجودة في قلب الكورس اللي موجود. يكون 3 شهور او 4 شهور على حسب الكورس والنوعية اللي انت داخلها يعني. للأستاذ بس اللي كان معلق على الفيديو، زي ما بقول لكم، والله يا جماعة أنا مش من عادتي أنا، ولا باخد فلوس من حد في إعلانات، ولا باخد فلوس من حد عشان أعمل له ورق. انتوا عارفيني كويس يعني، ولا مستفاد حاجة من الموضوع، وحتى القناة والله مش مستفاد منها بحاجة. أنا بحاول أعمل خير يعني مش فارق لي حد يشوف الفيديو او ما يشوفش الفيديو او حاجة، ولكن في ناس محتاجة انها تشوف الفيديو، وفي ناس تانية داخلة بتحارب بفكرة ان هو ايه، بيعلق عليك، يستفزك، يدخل يشتمك. يعني انا في ناس دخلت عندي على الانستجرام لما سبت الانستجرام بتاعي، ناس دخلت بتقول لي انت بتقطع علينا، انت بتقول ان ازاي نعمل الورق وازاي نعمل الحاجة وبتاع، وما بتاخدش فلوس من حد. طب ما تسيبنا احنا نسترزق وبتاع. ماشي يا عم، انا ما عنديش مشكلة، استرزق، ولكن ما تجزرش الناس، ما تموتش الناس. يعني انت بتروح تعمل لهم نيف ونيس واكتيفيداد، ولا تعمل لهم مش عارف ايه، ولا تقدم لواحد في تكوين مهني وتاخد 3 4000 يورو. ليه يا عم؟ هو ايه، شغال حرامي عشان تاخد منه 3 4000 يورو؟ ما تاخد من 2 3 4000 يورو تعمل لك 10000 يورو. انت يعني ما بالعقل يعني. النيف والنيس بيتعملوا ببلاش، واحنا عارفين انه بيتعملوا ببلاش. بلاش الناس تشتغل بعضيكم. بتروح السجرانسة بتعمل النيس والنيف ببلاش، والضامن بتجيبه، تجيب اي حد يضمنك، الموضوع يعني كله ببلاش يعني. ما يعديش حاجة يعني، ما يعملش الكلام الفاضي اللي انتوا بتعملوه ده. والمحامي نفس القصة. المحامي هتجيب محامي يعمل لك ايه؟ هو بيرفع لك قضية وانت قاتل واحد؟ انت بتجيب المحامي بعد ما بتعمل النيف والنيس. يا جماعة عشان الصورة تبقى واضحة، عشان الناس اللي بتعمل ورق والكلام ده، النيف والنيس بتروح تعملهم وتعمل جنطة على عنوان سكن، تمام؟ وبعد كده دي طريقة التكوين المهني. وبعد كده بتروح تعمل تشوف المعهد اللي انت عايزه او المكان اللي انت عايز تاخد فيه تكوين مهني، وتروح تتواصل معاهم وتشوف الكورس اللي انت عايزه وتديهم النيف والنيس والجنطة، وتتوكل على الله بتبدأ في الكورس بتاعك. بعد ما بتخلص الكورس بتشوف اي محامي وتتفق معاه، هيقول لك انا هاخد مثلا 50 100 150 200 ايا كان هياخد كام. تشوف محامي، الموضوع مش كبير، انت مش قاتل واحد بتروح تدفع 1000 يورو 2000 يورو، ده الموضوع بسيط جدا يعني. وتقول له انا خلصت المعهد فعايز اقدم تكوين مهني، عايز اخد الاقامه.
بتروح للمحامي تقول له انا معايا النيف والنيس والجنطه وخلصت في المعهد اللي انا فيه بتاع التكوين المهني، اتعلمت حرفه معينه وانت في المعهد اعمل ده، وعايز ارفع مثلا الاوراق بتاعتي للقايمه عشان اخد الاقامه بتاعت الطالب. تمام. الموضوع بسيط ما فيهوش حوارات يا جماعه، والناس اللي بتكبر عليكم الدنيا وبتاع والكلام ده. اهم حاجه تتاكد ان المعهد اللي انت هتقدم فيه يكون في تواصل بينه وبين قايمه، عشان ما تتسوحش يخش تقدم في معهد ويطلع ان هو ما بيعملكش الاقامه او حاجه او ما بيساعدكش يعني. تمام. ده بالنسبه للناس اللي هي ايه، عشان بس انا حبيت احرق دم الناس اللي باعتين لي في الخاص وبيكتبوا لي في الكومنتات وبيبعتوا لي في الانستجرام، اللي عندهم قنوات واللي عندهم بيخلصوا ورق والكلام ده. انا حبيت احرق دمكم بس عشان اقول للناس الموضوع بسيط جدا يعني، مش مكلف ولا في اي حاجه. انت كل اللي هتدفعه المصاريف بتاعه المعهد هي اللي هتكلفك، والفلوس البسيطه بتاعه المحامي والنيف والنيس والحاجات دي بتتعمل ببلاش. تمام. بالرسوم بتاعه الدوله، ملهاش فلوس يعني، بتبقى حاجات هبله جدا. تمام. اللهم صل على النبي. كنت فاكر اقول لكم ايه. كان في حاجه مهمه كمان. الله استفزوني جدا في الكومنتات والناس اللي بعتتني في الانستجرام، فعشان كده انا طلعت اقول لكم على المواضيع الورق تعملوا. انا كنت والله مستحرم ان انا اساعد الناس بفكره ان اقول لهم على كل حاجه. تمام. قلت انا هقول على بعض الحاجات واسيب الناس تسترزق، اللي بيعمل ورقتين 3 يعملهم. لكن لما الاقي حد بيبعت لي على الخاص يقول لي انا عامل النيف والنيس والاكتيفيتات فاتحهم ب 4000 يورو، يا جدعان انتوا ايه ده؟ لو داخلين المجزره مش هتعملوا فيهم كده ليه يعني؟ 4000 يورو تعملوا نيف ونيس واكتيفيتات، واللي يقدم على تكوين مهني ويدفع 6000 يورو يعني صباح الفل. وهو برضو انت اللي غلطان، انت ما بتسأل يعني تدفع 6000 يورو عشان تعمل نيس وبتاع وتخش تقدم في تكوين يعني بالعقل يعني، ما فيش الارقام المتخلفه دي. اللي اموره عدت على كده خلاص عدت، واللي جاي يا جماعه او بيعمل حاجته يا ريت يحاول يخلي باله. تمام. كان في ايه تاني يا رب؟ بالنسبه لموضوع الكورس اللي قلت لكم عليه بتاع الدوله، الكورس ده بيبقى اتفاق مع وزارتين زي ما قلت لكم قبل كده، بيبقى اتفاق مع وزاره تانية تبع الدوله، وبيعملوا كورس عشان الناس ما تبقاش تاخد فلوس اعانه بطاله وهي قاعده في البيت، ياخدوا فلوس وفي نفس الوقت بيتعلموا حرفه معينه. تمام. ملوش علاقه خالص بالتكوين المهني. ده كورس تاني ملوش علاقه خالص بالتكوين المهني، اقول لكم 100 مره. وملوش علاقه بالناس اللي عامله الجو، ده حاجه تانية ملهاش علاقه خالص بالناس اللي عامله الجو. اللي بيعلق في الكومنتات ويقول لك ده بتاع كذا وبتاع كذا الفاتي والجو ده، انا خدت الكورس ده. الناس اللي بتعلق وتقول لك مش عارف ايه والفاتي والحاجات اللي شغاله دي ناس عندها شغل وعايزينك تفضل طول عمرك شغال عندهم بتاع كله. تمام. عايزينك تفضل طول عمرك ما بتاخدش حاجه مفيده، ما بتاخدش شهاده مفيده تعلمك في حاجه معينه وتبدا تحترف بالشغلانه بتاعتك وتبقى عارف انت رايح تشتغل ايه. تمام. يعني انت بتخلص الكورس ده بتبقى عارف مهنتك ايه، اذا كنت طباخ، اذا كنت حلاق، اذا كنت حداد، ايا كان انت عارف، بقيت عارف مهنتك والكارير بتاعك، تروح تشتغل هو ده اللي انت بتشتغله. لكن الناس اللي بتعلق بقى التعليقات السخيفه اللي موجوده، الناس دي بتبقى عندها مشاريع ومتضايقين من اللي انا بقوله والحاجات اللي بتحاول تساعد الناس، فعايز الناس تفضل تيجي تتمرمط عنده، لان في ناس شغاله على ايه؟ شغاله على الناس الجديده اللي بتيجي، ياخدك يمرمطك عنده ويشغلك كل حاجه موجوده في المحل او في المكان اللي فيه، تشتغل كل حاجه ويديلك الراتب اقل من اللي موجود، ويعني افشخانات هندي موجوده. وبعد ما انت تيجي تطالب بحقوقك او تيجي تاخد اقامتك او تيجي تخلص حاجتك او تخلص دنيتك او الدنيا خلاص بتتحرك معاك او تبدا عينك تفتح وتفهم ان انت عندك يومين اجازه في الاسبوع، عندك حاجه اسمها فريه، اجازات سنويه، عندك حاجه اجازه شهريه، عندك الحقوق بتاعتك يومين اجازه في الاسبوع، عندك الحوافز بتاعتك، الفلوس اللي انت المفروض بتتصرف لك على الاكسترا، الساعات الاضافيه، عندك المشاعر. هتبدا عينك تفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي، وتعرف ان في اجازات رسميه في الدوله المفروض يدفع لك ثمنها او تشتغلها ويدفع لك ثمنها مرتين. تعرف ان في حاجات انت محروم منها مش موجوده. انا كل الحاجات دي قابلتها. هو يعمل ايه؟ اول ما انت تبدا عينك تفتح على الحاجات دي كلها، يروح مكنسل لك العقد او يروح مكنسلك مشقلبك، ويروح جايب واحد تاني لسه جديد برضه مش فاهم حاجه. في ناس شغاله بس على الحوار ده، رزقها كله على الحوار ده. تمام. فانا والله العظيم لما بعمل لكم فيديو على كل حاجه بصراحه، والحاجات اللي بعملها انا جربتها، مش بعمل حاجات انا بسمعها، انا بعمل حاجات انا جربتها ومريت بيها. تمام. الكورس ده بيتعمل
تمام يا جماعه. فهو بيبقى ايه، انا معلش انا هستأذنكم هشرب بق شاي لان انا عامل الشاي جنبي، وبصراحه يعني انا لسه فاطر. كل سنه وانتم طيبين. او معلش اعذروني، انا بلحق اعمل حاجه بسرعه، حتى بصور لكم الفيديو والله انا بشرب الشاي لسه، لان انا هخلص، انا باخد كورس برتغالي تاني دلوقتي عشان اعدي الليفل شويه كمان اعلى. فما عنديش وقت والله ان انا اعمل فيديوهات، فبعمل فيديو في الوقت بتاعي اللي هو يعتبر انا عامله بريك لنفسي في البيت، وبمناسبه النهارده اجازه لان انا بكمل الدراسه بتاعتي وبتاع، يعني الموضوع عندي شويه صعب، فاعذروني ان انا بشرب شاي وانا بكلمكم، يعني انا متاسف. واللي حابب ينورني يشرب شاي معايا تحت امركم والله، ينورني يتواصل معايا والواجب عليا يعني اعمل معاه الواجب يعني. تمام. المهم والله لما بعمل لكم فيديو انا بعمل حاجه اللي انا جربتها شخصيا، مش حاجه حد جربها، انا بعمل لكم حاجات انا جربتها شخصيا، ما بعملش حاجه من مفيش. مش زي بقيه الناس اللي عايزه تطلع ترند وهمه انه يطلع الريتش ويعمل لك البحر طحينه وبتاع، لا. وناس تانية هدفها فلوس. في ناس يا جماعه بتعمل الاوراق، يعني كذا حد كلمني على ان هو عمل اوراق وجه على هنا وعمل ستوب مع الشخص اللي هو بيشتغل معاه وعايز يجي يعمل حاجات معايا. انا مش بعمل ورق، انا بساعد بس لوجه الله، ما بعملش ورق ولا بعمل حاجه، انا بساعد مع احترامي للناس اللي بتعمل ورق. وبرضو الناس اللي بتعمل ورق يا جماعه في ناس رزقها في الحته دي، فبرضو شوف الحنين والمحترم وتعامل معاه. في ناس محترمه، في ناس بتعمل الموضوع لوجه الله حنينه، وفي ناس بتسلخك. انت عندك عقل وتقدر تختار في الحاجه. تمام. تقدر تختار انت عايز تدفع كام، تقدر تختار انت بتعمل ايه، تقدر تختار ان انت تحاول تعمل الموضوع لوحدك لو انت عندك شوية يعني طاقة وبتاع، تقدر تعمل الموضوع لوحدك وتجري هنا وتجري هنا وبتاع. وانا رشح ده، مش قاطع رزق للناس ولا حاجة ولا بتاع، ولكن في ناس تانية هتبقى مع الناس برضو وتخلص ورق بفلوس، ففي ده وفي ده. ولكن الموضوع مش اوفر زي ما الناس بتعمل فجأة تيجي تخلص الورقتين وتيجي تقعد على ما تلاقي شغل، تلاقي الفلوس اللي معاك قربت تخلص بسبب ان انت دافع الافات في قلب حاجات ببلاش اصلا. ف الكورس عشان نرجع بس ونخلص الموضوع بسرعة. الكورس يا جماعة بتاع الكورسات تبع الدولة، الكورس ده بيتعمل كل سنة، الكورس ده بيتعمل كل سنة، والكورس ده مش ناس كتير عارفاه. الكورس ده لسه أول سنة يتعمل فيها السنة اللي احنا فيها دي. يعني الناس اللي بتفتي وقال لك أنا خدته قبل كده، محدش خد الكورس ده قبل كده، لأن هو لسه أول سنة يتعمل السنة دي. تمام. الكورس ده معمول مع التعاون مع بعض الوزارات، وبيعملوا دعم للشباب ودعم والناس كمان. كان في حد كلمني قال لي انا سني 50 او سني 55 مش فاكر، الكورس ده معاك. انا معايا يعني ما كنت في الكورس معايا ناس ما شاء الله سنها 50 و60 وبتاع، يعني مالوش حدود للليفل بتاع السن يعني. فتقدر تبدأ في الكورس عادي. هو بيتعمل كل سنة، بيتعمل الكورس ده وتقدر تقدم عليه على حسب التخصص اللي انت عايزه. تمام. وانا عامل فيديو على الكورس ده قبل كده، في ميكانيكا، في الكترونيات، في طبخ، في حلاق، في حداد، في كل حاجة، وده ملوش علاقة بالتكوين، ده حاجة تانية. التكوين انت بتدفع فلوس عشان تتعلم، الكورس ده بيديلك فلوس ولكن قليلة كويسة يعني تعيشك عشان يعلمك وعشان تشتغل وتفيد البلد. تمام. ده الهدف منه. الناس اللي بتفتي الموضوع حقيقي، انا جربته واخد شهادة منه، والموضوع فعلا جدي، ملوش علاقة خالص باللجوء، ملوش علاقة بأي حاجة من الفتي اللي الناس بتفتيه. تمام. عشان بس الناس اصحاب المحلات اللي عايزين يستغلوا الناس اللي جايه جديده وياخدوا يمرمطوا يشغلوا بتاع كل حاجه في قلب المكان ويديله فتافيت، وفي الاخر خالص اما يلاقيه بيخلص ورق ويروح مكنسل له العقد او ممشيه او بتاع. الموضوع ده حصل معايا كتير. يفضل مشغلك ومرمطك وبتشتغل تحس ان انت مش فاهم انت بتشتغل ايه اصلا، لان انت ما عندكش كارير معين، وهو واخدك على اساس ان هو ايه، انت جديد ومش فاهم حاجه. اول ما تبدا تفهم يروح قلبك زي ما قلت لكم. تمام. انا مش فاكر كان في ايه تاني تعليقات في الحاجه، بس هو ده الموضوع. وكل الناس اللي بتتعامل مع ناس بتخلص مصالحها، انا مش بخلص مصالح عشان الناس اللي بتبعت لي، انا بساعد لوجه الله. كمل مصالحك مع الناس عشان ده رزق الناس برضو اللي انت بتكمل مصالحك معاهم. واللي محتاج اي معلومه انا تحت امره يبعت لي على التواصل بتاعي. تمام. كل سنه وانتم طيبين، واستاذنكم يا ريت الناس تعمل لايك للقناه وتفعل الجرس وتشيرها عشان تبدا تنتشر الفايده. تمام. السلام عليكم.